هل تعلم من هو الملك الذي خاف منه جبريل عليه السلام؟ نعم، جبريل الذي لا يخاف من أحد تراجع وابتعد لأنه شعر بالخوف لأول مرة في حياته. ما السبب؟ قبل أن نكمل، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. وهسيب لكم فيديو في الوصف هنكشف لكم فيها عن 6 أشخاص هيظهروا في آخر الزمان، وإذا ظهروا واحد منهم يبقى القيامة قربت. الآن دعونا نكتشف معا من هو هذا الملك الذي جعل جبريل يرتجف خوفا. في أحد الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع جبريل عليه السلام، وفجأة سمعوا صوتا عظيما يأتي من السماء. رفع جبريل بصره نحو السماء وقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط. ومن دون أي تحذير بدأ يقترب من السماء شيء عظيم، وفي لحظة ظهر الملك الذي لم ينزل إلى الأرض إلا مرة واحدة، وهو إسرافيل عليه السلام، المكلف بالنفخ في الصور وإقامة الساعة. لكن الغريب في الأمر أن جبريل الذي لا يخاف من أحد تراجع إلى الخلف وأخذ يختبئ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جبريل الذي كان دائما أقوى من الجميع شعر بالخوف. فما الذي جعل جبريل عليه السلام يخاف؟ اقترب إسرافيل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال بصوت مهيب: أبشر بنورين لم يعطهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. كانت تلك اللحظات مليئة بالتوتر، حتى أن جبريل أجاب النبي بصوت مرتجف قائلا: خشيت أن نزول إسرافيل يكون من أجل النفخ في الصور وقيام الساعة. ما رأيك في هذا المشهد؟ هل شعرت برهبة كما شعروا؟ اذكروا الله في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومتابعة المزيد من القصص المشوقة. والآن تستطيع مشاهدة الفيديو اللي موجود بالوصف وتعرف من هم ال6 أشخاص اللي هيظهروا قبل قيام الساعة.